وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلي على النبي. وانت طبعا عارف انك هتصلي على النبي بلسانك، يعني هتقول اللهم صل على سيدنا محمد كده، تمام؟ وطبعا بعد ما تصلي هتبدا انك تشترك في القناه وتعمل لايك، جدع. بص بقى، هو ده مش وقت الفيديو اصلا اللي هو كتب المراجعه وكده، بس عشان لقيت ان الاراء كتير قوي وعارف ان انت دلوقتي في وضع تشتت. ان شاء الله اسمع كلامي وهات الكتب اللي انا هقولها لك دي الكتب، او لو انت محتار ان انت عايز تجيب كتابين، هم دول برضو الكتابين اللي انت تجيبهم في كل ماده. بس قبل طبعا ما اقول لك ايه الكتب، ايه اهم الحاجات اللي لازم تكون عارفها قبل ما تبدا فتره المراجعه، ولما تخش فتره المراجعه تعمل ايه، وانت قبل ما تجيب الكتب ايه الحاجات اللي انت تكون لازم عارفها، عشان ايه ما تضيعش جهدك على الفاضي. طب بص بقى، خلينا متفقين انا وانت ان انت لو جبت اكتر من كتاب انت مش هتزيد درجه في الاخر في الامتحان، بل انت هتنقص مش هتزيد. ليه؟ تعالى نتكلم انا وانت بالعقل، واحنا متعودين دايما اني بكلمك بالعقل فتيجي في الاخر تقتنع. انت دلوقتي لو جبت اكتر من كتاب مستحيل هتخلص. يعني انت هنفترض دلوقتي انك جبت كتابين، انت مش هتخلص الكتابين دول. انا عارف والله العظيم، انا بقول لك ايه، مستحيل انت هتقدر انك تخلص الكتابين. هتيجي تقول لي لا انا هخلص الكتابين دول، والله ما هتعرف. انا جاي لك اهو عشان ما تضيعش وقتك على الفاضي. هتيجي تقول لي لا انا برضه هجيب الكتابين وهخلصهم، هاجي واقول لك هتبقى مقصر فيهم، بمعنى انت مش هتخلص كتاب كامل، ويبقى انت بتقنع نفسك انك خلصت كتابين. طب افتح الكتابين دول، انت سايب من هنا درس وسايب من هنا درس، في اجزاء كده في الاخر انت سايبها، الامتحانات اللي موجوده في الاخر سايبها، مش هتقدر انك تكمل الكتابين على بعض. طب دي كانت اول حاجه. تاني حاجه، انت كل اللي انت هتحله هتنسى. المفروض تعمل ايه؟ المفروض هات كتاب، خلصت الكتاب ده او خلصت اكبر كم انت تقدر فيه وحابب تراجع من كتاب تاني، ساعتها ابقى اعمل كده. امال في ناس كتير منكم هتقول احنا هنجيب كتابين، نحل مثلا الدرس الاول من هنا ونحل الدرس الاول من هنا، كويس، يعني تحل من الكتاب ده ومن الكتاب ده، كويس جدا. تعالى افتح الدرس الاول في اي كتاب، مثلا الفيزياء، هات الدرس الاول الواجب اللي انت عملته، طلع منه اي سؤال. انت مش هتبقى فاكر السؤال ده، مش هتبقى فاكر اصلا اللي انت حليته، ولا فاكر طريقه الحل اللي انت حليت بيها. ايوه، ليه بقى؟ عشان انت نسيت، فبالتالي انت مهما تحل هتنسى. امال المفروض تعمل ايه؟ انت تحل جزء، نسيت ابدا حل من جزء تاني، نسيت ابدا حل من جزء كمان، وتفضل ماشي بالترتيب ده، ما تحلش مع بعض. ما تجيبش اكتر من كتاب عشان انت والله ما هتخلصهم، بحيث ان انت لو اديت مجهودك كله لكتاب واحد انت كده هتكون ماشي صح. بس اهم حاجه بقى انك تقدر تخلص الكتاب ده جنب الملازم اللي المستر بينزلها لك. طب دي كانت اول حاجه. تاني حاجه، الجزء اللي انت مقصر فيه اقعد واكتبه. ركز في كلامي بالله عليك، بالله عليك ركز وطبق اللي انا بقوله لك. اقعد انت مثلا مقصر في الباب الثاني في الفيزياء والباب الثالث في الكيمياء، مثلا انا ما ذاكرتش الحديثه في الفيزياء لسه، او لسه ما بداتش فيها جد. الكيمياء العضويه اول درس انا ما كنتش بادئ فيه، اقعد قسم كل الاجزاء اللي انت راكمتها او اللي انت ما فهمتهاش كويس قوي في فتره الشرح. تاني والله العظيم ركز في النقطه دي. اقعد، انا مثلا فروع العربي انا مخلصها كلها كويس جدا، بس انا مقصر في النصوص ومقصر في النحو. ابدا بقى ان انا اقعد اجيب الاجزاء دي اكتبها عشان افتكر في فتره المراجعه انا هراجع الاجزاء دي كويس جدا. لو انت فاكر انا كنت بقول لك انت ايا كان الجزء اللي انت مقصر فيه في فتره الشرح، او ايا كان الجزء اللي انت مراكمه، فانت كده هتقدر تجيبه في فتره المراجعه. ايوه، اجيبه ازاي؟ بالطريقه بقى اللي انا بقولها لك دي. انا دلوقتي مثلا في اي جزء انا مقصر فيه، هبدا ان انا اجيب الجزء ده واتفرج على الشرح بتاعه واحل عليه كذا مره في فتره المراجعه. طب تاني حاجه المفروض انك تعملها، انت في فتره المراجعه هتحل كتير جدا. عندك الاجزاء اللي هتجيلك بدرجتين، انا قلتها لك في الفيديو اللي فات، قلت لك ايه الاجزاء اللي هيجيلك عليها اسئله في الامتحان بدرجتين، وهتخش الامتحان هتلاقي الاسئله دي بدرجتين. انا عارف انا بقول لك ايه، الاسئله اللي انا قلتها لك في الفيديو اللي فات هتجيلك بدرجتين، هتخش الامتحان ان شاء الله وهتجيلك برضو عليها اسئله بدرجتين. المفروض انت دلوقتي عرفت، هو انا قلت لك تقوم على طول اول ما تبدا المراجعه تمسك الاجزاء دي تحل عليها كتير جدا. زي انت عندك مثلا في الفيزياء بنسبه 100% انت عندك سؤال بدرجتين على الاجهزه، ده بنسبه كبيره. تبدا بقى الاسئله بتاعت الاجهزه دي، درب نفسك كتير، اي سؤال يجي لك ما تسيبش السؤال ده غير لما لازم تكون عارفه. بص، عايز برضه اقول لك على حاجه تاني مهمه، ابدا انك اي حاجه ما كنتش بتعملها وحاسس ان الحاجه دي كانت هتجيب نتيجه،
ابدا انك اعملها دلوقتي. بمعنى زي لما كنت ما بقول لك، انت مثلا مش مجمع القوانين في الكيمياء مثلا، مش مجمع القوانين، مش مجمع مثلا في النحو، مش كاتب كده قواعد وكاتب عليها امثله عشان تقدر انك تراجعها قبل الامتحان. اول ما تخش فتره المراجعه هتلاقي المدرسين بتجيب لك من الاول تاني، ساعتها هتقوم بقى جايب ورقه كده وتقعد تكتب كل القوانين، تكتب كل الاسئله اللي بتقف قصادك، تكتب كل مثلا لو في قواعد، في اسئله مهمه المدرسين بتقولها. ابدا جمع كل حاجه عشان تبص عليها قبل الامتحان. طب اهتم بالعربي، اهتم بالعربي كويس جدا جدا، لانه اول امتحان وبيكون ب 80 درجه، اكبر درجات بتكون موجوده على العربي. ركز فيه كويس جدا جدا بالله عليك. بعيد عن ان هو هيكون ب 80 درجه اول امتحان، يعني انت لو خرجت من العربي كده الحمد لله حل كويس، هتخش في بقيه المواد تأدي بص بطريقه كويسه جدا. ركز في العربي كويس جدا وركز في الفروع بتاعته، وكده كده هنزل لك تعمل ايه في العربي بالتفاصيل الفتره الجايه. اتاكد بس انك مشترك في القناه. طب صلي بقى على النبي. في الفيزياء عندك كتابين، الامتحان ونيوتن. يا تجيب الامتحان يا تجيب نيوتن. طب انا عايز اجيب كتابين، هات الامتحان ونيوتن. طب لو انت يا عمر بتجربتي هات كتاب نيوتن. ليه؟ لامم كل الافكار، متدرج في الصعوبه، متدرج بص في كل حاجه، اسئله صعبه، اسئله متوسطه، اسئله سهله. كتاب نيوتن افضل كتاب. هتلاقي ناس كتيره بتقول لك كتاب الامتحان، تمام كويس جدا، كتاب الامتحان ممتاز والله العظيم وكل حاجه، كتاب نيوتن افضل. خلاص؟ كتاب نيوتن. عايز كتاب متنوع في الاسئله وافضل، هو ده افضل كتاب، هات كتاب نيوتن. طب عايز تجيب كتاب تاني جنب كتاب نيوتن، يبقى كتاب الامتحان. طب بص صلي على النبي، انت عندك في الكيمياء يا اما كتاب الامتحان يا اما كتاب مندليف بس. طب اجيب ايه؟ هات كتاب مندليف. هتخرج من الامتحان شكل السؤال ده، انا شفت شكل السؤال ده قبل كده، شفته فين؟ في كتاب مندليف. افضل كتاب كيمياء لو انت عايز تجيبه هات كتاب مندليف جنب كتاب مندليف، يا اما كتاب الامتحان يا اما كتاب التفوق، اي كتاب فيهم عادي، المهم انك تحل كتاب مندليف جنب ملزمه المستر. يعني انا عايز اقول لك الكتاب اللي انا بقول لك انا كنت بحله ده، كنت بحله جنب ملزمه المستر. طب في الاحياء تجيب كتاب ايه؟ هات كتاب التفوق. افضل كتاب في الاحياء كتاب التفوق. ليه؟ عشان فيه اهتمام بنسبه كبيره جدا بالرسومات، وانت امتحانك كله او بص مش هقول لك نصه، هو فوق النص هيكون رسومات، فكتاب التفوق افضل كتاب انت تجيبه. طب انا عايز اجيب كتاب جنب كتاب التفوق، كتاب الامتحان، وركز انك تحل برضه ملزمه المستر اللي بينزلها لك. عندك في العربي يا اما تجيب كيان يا اما تجيب الامتحان. ايه افضل او ايه الافضل او اللي منوع في الاسئله بتاعته؟ كتاب كيان جنب ملزمه المستر. يعني انا كنت مع مستر محمد صلاح حليت كتاب كيان كامل مع ملازم المستر. في الانجليزي عندك يا اما جيم يا اما المعاصر. انهي افضل؟ الاثنين زي بعض بالظبط. دي بقى لو انت هتقدر تحل الكتابين يبقى كويس جدا. ليه؟ لان الانجليزي لغه، فحاول انك تحل فيه كتير. وانا كنت جايب في الجيولوجيا كتاب التفوق، وفي الفرنساوي كنت مشترك مع ميسيو فرنشاوي، وهفضل اذكره بالشكر دايما، لان هو اللي غير مستواي قبل الامتحان بشهر تقريبا. فشكرا جدا لميسيو وليد مصطفى. طب تحل كام كتاب في المراجعه؟ هو كتاب واحد، بعد ما تخلصه ابدا بقى انك حل كتاب تاني، وطبعا ده جنب ملازم المستر. خلص الكتاب الاول وتاكد انك خلصته او خلص نصه، ابدا بقى ساعتها حل من كتاب تاني. وعايز افكرك تاني ان احنا في معسكر الانجليش دلوقتي اللي احنا عاملينه، لو حابب انك تنضم هسيب لك رقم التواصل تحت في الوصف عشان تقدر انك تتواصل معانا. احنا بدانا من الاول خالص من بدايه يونت 1. اخر حاجه بقى ما تنساش انك تصلي على النبي. سلام.